عرض دلوقتي يمشي؟ انا مش صاحب قرار دلوقتي. مش قصدي رايك الفني، لو جه لامام عرض قوي وفلوس كويسه لنادي النادي هقول لك الاهلي. برضو الحاجه اللي انا ما بغيرهاش، برضو انت كانت معاك هنا. ايوه قلت لك انا بشوف العرض ايه، يعني عرض ما يترفضش مثلا، ايه المانع يعني؟ احنا لسه بنتكلم دلوقتي. المشكله في او التحدي الحلو اللي انا بحبه. انا ممكن اقبل عرض حلو جدا جدا، وتبقى المشكله عندي البديل مين يا ايمن؟ ايوه طب انا لو واثق في نفسي، واثق في امكانياتي، واثق في دماغي، وواثق في عينيا، ما عنديش مشكله. يبقى بالعكس دي فرصه حلوه. يعني لما يجي لي الكابتن عبد الجليل مثلا 15 مليون دولار، يا سلام. 12 مليون دولار، يا سلام. لو انا واثق في امكانياتي وقدراتي وعينيا، تمام. يجيب حد طبعا. امام يدفع فيه كام؟ وجهه نظرك انت؟ امام لاعب كبير قوي. ايوه كام؟ يعني انت كابتن سيد وراجل يعني مقيم للامور بشكل جيد، ايه المبلغ الحلو في امام عاشور مثلا؟ يعني امام ممكن ما يقلش عن 10 ولا حاجه. 10. هو النادي الاهلي حاطط من 8 ل 10، يعني من 8 مليون ل 10 مليون. هو ده الكلام المظبوط. المهم انت الحمد لله دلوقتي بقيت احسن.